ايوه انا اللي بنضف الممبار بالمقصوصه، وعمري ما هغير طريقتي لو حتى مين يتحداني. طب يلا بينا نصلي على النبي ونشوف ممبار الخروف النهارده هننضفه ازاي بسرعه الصاروخ بالمقصوصه. ايوه ممبار الخروف اوعي يا حلوه ترميه، ده بشويه حاجات كده بسيطه هتنضفيه، وهحلى هنك منه هتعمليه وتحشيه بقى لحمه ويبقى سجق قمر قمر. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الممبار بتاعنا كده. ده ممبار خروف يا ولاد، طالع لسه من قلب الخروف. لو ربنا كرمك بقى وفي العيد ضحيتي بخروف اوعي ترمي الممبار بتاعه، هنعمل منه احلى شويه هنك، يعني سجق قمر 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 كده. اهم حاجه بمسكه الاول اشيل كل الدهون الزايده اللي خارجيه في الممبار، وتعالي بقى كده نمسكه. اللهم بارك. عايزه اقول لك ناس كتير قوي بترمي ممبار الخروف لانها بتتعب منه، لانه بيبقى رفيع خالص 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 وما بتعرفش تنضفه، وفي الاغلب بيرموه. بمسكه كده على خله شيش طاووق او سيخ كده من بتوع الكفته، بتوع شوي الكفته، بقلبه زي ما انت شايفه كده، بيتقلب بكل سهوله. ناس كتير بتزهق منه وبلاقيها ترميه في عيد الاضحيه، بعد ما تضحي وكل حاجه في العيد الكبير الاقيها تطلعه من الاضحيه بتاعتها وتروح رمياه. طب ليه؟ ده في ثواني هخليكي تعملي كل ممبار الخروف. وبصي عايزه اقول لك وهوريكي ازاي تحفظيه في الفريزر وتطلعي منه وتعملي احلى سجق واحلى هنك في الدنيا، كله بالمقصوصه بتاعت الرز. اه والله مقصوصه الرز دي طريقتي يا بنات، وطول عمري ما بغيرهاش وترند بيها كل سنه اللهم بارك. طب تعالوا بينا بقى ندخل. بصي الممبار بس يا دوبك تدخليه كده في اي خرم من الخروم بتاعه المقصوصه، وتعالي اتفرجي على السجق بقى شكله ايه. يا خبر ابيض، تحفه التحفه قمر. عايزه اقول لك الهنك دلوقتي بيتباع ب 8 كيلو لحمه، يعني عايزه اقول لك دلوقتي الهنك عشان تروحي تشتريه من الراجل هنك كامل بيديهولك ب 300 جنيه وب 300 وحاجه. يعني انا مش عارفه بقى ده صح ولا ايه، فين بس في ناس كتير بتقولي. بس انا ما بشتريهوش، انا دايما باخد بتاع الخروف واحتفظ بيه واعمله بقى احلى سجق في الدنيا. مسافه بس ما تحطش كده السجقايه اول مباراة في قلب الخرم بتاع المقصوصة. ما في كل بيت فيه المقصوصة ديت، ما فيش بيت في العالم كله ما فيهوش مقصوصة الرز. لو ما عنديش يا ليلى طب مقصوصة الرز، وده حاجة طبعا من رابع المستحيلات. في المصفى يا ست البنات، عارفة المصفى الألمونيا بتاعتنا اللي بنعصر فيها الطماطم والحاجات دي كلها، برضو في خرم المصفى. بس هي المقصوصة روعة الروعة. بصي بتخليه ايه، قشطة بافتة شمعة منورة كده اللهم بارك. لو بصي 100 كيلو من سجق ممبار السجق كده بتاع الخروف اللهم بارك، هتخلصيهم في لمح البصر. بصي انت يا دوبك تدخليها كده وتشدي. بصي الفضلات بتاعته، الماده الوحشه ديت بصي بتطلع ازاي اهي زي ما انت شايفه كده. اللهم بارك. في سرعه الصاروخ هتخلصي كل الممبار اللي معاكي، حتى لو كانوا بتوع 10 20 خروف. اللهم بارك. بصي النظافه حاجه كده تحفة التحفة، ولا هيتقطع منك ولا هيتبهدل منك، وهيبقى زي الفل. وبألف هنا وشفا، وكل سنة يا رب وانتوا طيبين، ونعاد عليا وعليكم كل الايام بخير. وقولوا لي بقى مين عمله بطريقتي.